فيديو اليوم رح نحضر فيه كيكة سهلة وسريعة واقتصادية. بثلاث بيضات رح نحضر صينية كيك بمقاس كبير. عندي هون كوب سكر، طبعا المقادير لازم تكون كلها بنفس الكوب لحتى تطلع عندكم الكيكة ناجحة. رح نضيف عليهم 3 بيضات. بعد ما حطينا البيض رح نحط عليها الفانيليا، ظرفين فانيليا، طبعا كل ظرف فيه 5 غرامات، يعني تقريبا 10 غرامات فانيليا. بتصير فانيليا سائلة أو فانيليا بودرة ما بأثر. رح نخفقهم كتير منيح، طبعا بصير الخفق يدوي أو كهربائي ما بأثر. بعد ما خفقناهم كتير منيح رح نضيف عليهم كاس ونص حليب. طبعا الحليب لازم يكون بارد. بالإضافة إلى نص كاسة زيت نباتي. طبعا مثل ما قلت لكم فيكم تستخدموا كاسة أو كوب، ما بتفرق، المهم إنه تكون كل المقادير بنفس الكوب أو بنفس الكاسة. هلا رح نخفقهم لحتى تتجانس كل المواد ببعضها. وعندي هون 3 كاسات طحين رح نضيفهم بالتدريج مع الخفق. طبعا اذا حسيتوا قوامها مريق شوي فيكم تضيفوا عليها نص كوب ثاني، او اذا كان القوام متناسق ما بأثر حسب نوعية الطحين. رح نضيف عليهم ظرفين بيكنج بودر. طبعا الظرف وزنه 10 غرامات، يعني مجموعهم 20 غرام بيكنج بودر. رح نخفقهم كتير منيح. وهلا بعد ما انتهينا من تحضير عجينة الكيكة، عندي هون صحن بيركس، طبعا حجم كبير، مسحته بالزبدة لحتى ما تعلق عنا الكيكة بعد الشمس. طبعا انتوا عم بتحضروا المكونات والمقادير، لازم تحموا الفرن. انا اول ما بلشت بتحضير عجينة الكيكة شغلت الفرن، لازم يكون محمى مسبقا على درجة حرارة 180 درجة مئوية. رح نحطها بالفرن بالدرجة الأولى من تحت. لازم تسمهدوها على مستوى واحد لحتى ما تنفش معكم من طرف أكثر من طرف. رح ندقها دقة بسيطة. وهلا بنرجع لكم بعد نص ساعة لبين ما تستوي. بعد ما شويت الكيكة أخذت معي بالفرن تقريبا مدة نص ساعة. شوف على هالنفشة هاي وعلى هالقوام هاد وعلى هالطراوة هاي. رح نقسمها، طبعا لسه ما بردات بس حبيت فرجيكم قوامها قبل ما انهي الفيديو. ما شاء الله، شايفين قديش نفشت معنا؟ طبعا مثل ما قلت لكم كيكة اقتصادية. كل هاي الكيكة ب3 بيضات. شوفوا لي على هالكيك الاسفنجي، ما شاء الله. طبعا كتير سخنة بس حبيت فرجيكم قوامها مثل ما قلت لكم قبل ما انهي الفيديو. قربوا شوفوا على هالنفشة. وهيك بكون انتهينا من فيديو اليوم. شوفوا لي على هالكيكة هاي. انتظرونا بفيديو جديد ووصفة جديدة. لا تنسوا تشتركوا بالقناة. بأمان الله.